جدو، هو ليه شارع البستان اللي في وسط البلد اللي متفرع من ميدان التحرير اللي اسمه دلوقتي شارع عبد السلام عارف اتسمى باسم شارع البستان؟ هقول لك، علشان الحتة دي كانت زمان مليانة ورود وبساتين وقصور، وكانت منطقة هاي، كان بأيام المماليك يعني. وكان من أشهر البساتين بستان ابن ثعلب، ده كان واحد من الأمراء أيام العصر الأيوبي. وكان قريب منها الميدان الصالحي نسبة للصالح أيوب. يعني كانت المنطقة دي كانت هاي قوي وكلها قصور. واللي حصل إن المماليك خربوها، كل ما بيحصل خلافات بينهم وبين بعض بيخربوا مناطقهم. جدو، هو ليه شارع البستان اللي في وسط البلد اللي متفرع من ميدان التحرير اللي اسمه دلوقتي شارع عبد السلام عارف اتسمى باسم شارع البستان؟